إن عشان الإنسان يتحول لشخص قوي وصلب وقادر يواجه الحياة، فهو في الطريق لازم يخسر حاجات كتيرة جدا. عشان يتحول لشخص قوي الإنسان بيفقد السذاجة بتاعته والفطرة بتاعته، يعني بتلاقي البراءة بتروح في الطريق. بيضطر ان هو يبعد عن السذاجة، لانه في ناس كتيرة اذته وفي حاجات كتيرة صدقها وخد مقلب فيها، فهو مضطر انه يفقد العفوية والسذاجة. صحيح ما بيبقى ساذج، بس كمان العفوية معناها انه ما عادش بيعرف يفرح زي زمان ولا حتى بيزعل زي زمان. وعشان كده احيانا يقولوا عليه ده بقى شخص بارد. هو في الحقيقة شخص اتوجع كتير لدرجة ان هو بقى يخاف يفرح او يخاف يزعل. كمان في الطريق عشان تبقى قوي بتفقد فكرة الطفل اللي لما بيكون في مشكلة بيلاقي حد يطبطب عليه، انك تعتمد على الآخرين. لأنك مع الوقت ومع الأيام ومع الحاجات اللي بتمر بيها بتكتشف انك مريت بحاجات كتيرة جدا كلها لوحدك، مشاكل حلتها لوحدك، عيطت لوحدك، زعلت لوحدك. فبتكتشف ان الحاجة الوحيدة اللي هتطبطب عليك هي نفسك. ومعنى كده انك بتفقد اعتماديتك على الاخرين مع الوقت. وعلى فكرة ده فقد موجع جدا، لان الانسان بطبعه بيحب حد يطبطب عليه، بس الايام والظروف بتجبره ان هو اللي يطبطب على نفسه. وعشان كده بيتحول لشخص قوي، وبرضه بيتقال عليه ان هو شخص بارد، لانه ما بقاش يعتمد على حد وما بقاش يسأل على حد. لكن محدش سأل نفسه هو الشخص ليه ده بعد ما كان اجتماعي جدا وبيحب الناس وبيسأل عن الناس اتغير. لأنه لما وقع مرة واتنين وتلاتة وعشرة ملقاش حد يطبطب عليه، ملقاش حد يقف جنبه، وبالتالي اكتشف إنه صديقه الوحيد هو نفسه، وإن الآخرين بالنسبة له موجودين بس لكن ما يقدرش يعتمد عليهم. يعني هو اضطر يبقى شخص قوي، مش اختار ده. والشخص اللي كمان بقى صلب وبقى قوي هو كان لازم كمان يخسر ناس كتيرة حواليه، لأنه اتعلم يقول لأ، اتعلم إنه يتصرف بالطريقة اللي تريحه هو بس، اتعلم إنه يدي كل واحد حجمه الطبيعي في حياته. فبقى يتقال عليه إنه شخص بارد وإنه مش بيسأل عن حد. أما هو في الحقيقة اكتشف إن كل الناس اللي كانوا حواليه وكانوا كتير وكان دايما بيبقى واقف جنبهم، مفيش حد وقف جنبه لما كان هو محتاجهم. بيبطل يقول نعم كتير ويبدأ يقول لأ، وفي الحالة دي بيفقد ناس كتيرة جدا حواليه لأنه اختار نفسه. الشخص اللي انت بتشوفه قوي وصلب وشخص جدي جدا، هو لأن الحاجات اللي مر بيها كلها حولته لهذا الشخص. هو أكيد ما اتولدش كده، يعني هو كان مولود عادي شخص تافه، وممكن أي حاجة تضحكه وأي حاجة تخليه يعيط وأي حاجة تزعله. لكن بعد كل البلاوي اللي شافها هو اتحول لحاجة صلبة جدا. ما بقاش من السهل انه يضحك او من السهل انه يبكي. يعني هو مش شخص بارد، هو شخص اتأذى كتير. نهاية القوة مش معناها ان الانسان خلاص اتحول لحجر، لا. هو القوة عبارة عن ان زي سكار كده، زي ندبة. الندبة في الجلد بتبقى اتخن شوية من الجلد، وكمان بتبقى حساسيتها اضعف، متبقاش حاسس بنفس الوقت. فانت عشان تتحول لشخص صلب وقوي وتتحمل الصدمات والحاجات اللي بتاخدها على دماغنا طول الوقت، فكنت مضطر تبقى قوي. وده معناها ان حتى كل مشاعرك هتبقى اضعف. يعني ما عدتش هتعرف تبقى سعيد بنفس الدرجة، ولا حزين بنفس الدرجة، ولا مندهش بنفس الدرجة، ولا عطوف، ولا مش هتبقى اي حاجة بنفس الدرجة. كل حاجة هتعملها بالحساب، لأنك اتعلمت ده من كل اللي عشته. يعني عشان تشوف شخص قوي بلاش تتهمه بالبرود، فكر هو مر بإيه وهو شاف إيه قبل ما يطلع قدامك بالوجه ده.